دايما بنقول كلمة مش يعني مش حاسينها قوي او مش فاهمين معناها او مش م- يعني ممكن تكون بتتقال كده كلمة سريعة والناس مش مدركة قوي العمق بتاعها. يعني كل ما تتكلم مع الناس تقول لك ايه، الناس اتغيرت، الناس اتغيرت. ده حقيقي ان الناس اتغيرت، فالستات اتغيرت عن زمان والرجاله اتغيرت عن زمان. كنا بنقول كده في الجزء الاولاني من القصه، عشان احنا كنا القصه اللي احنا كنا بنحكيها في القصه في الجزء الاولاني. اوعى تكون لسه مش في الجزء الاولاني. روح شوف الجزء الاولاني وتعالى، او اقول لك كمل الجزء التاني دون كمل وبعدين الجزء نرجع شوف الاولاني الجزء الاولاني، وبعدين ما يجراش نرجع. حاجه، لا ما يجراش حاجه. بالظبط. ف يعني شددني فعلا المصطلح دون، وانا يعني سمعت قصه كده هحكيها لكم سريعا، احكيها معاك طرف الغامض. انا احب اسمع تحب تسمعي؟ جدا. في حد سمعته، يعني هي محامية كانت بتتكلم بتقول انا بيجيلي يعني ناس بتسألني اسئلة غريبة، فده سؤال غريب حد سأله لي، فانا طلعت اتكلم فيه معاكم. انا اثرني جدا فعلا السؤال، وحسيت ان هو بيتكلم في الحتة اللي انا عايزة اتكلم فيها مع الناس. هي الراجل واحد بيجالها بيقول لها هي الستات اتغيرت ليه؟ الستات بقت قوية ومفترية وبقت وحشة ليه كده؟ فهي قالت له ليه؟ فهو حكى لها حكاية سريعة، قال لها أنا كنت متزوج وزوجتي إنسانة كويسة وإحنا مع بعض 100 فل و14 والدنيا جميلة جدا. فجأة أنا قلت لها أنا هروح أتجوز، فقالت لي أنا كنت متوقع منها إنها هتصور وتجول وتزور وتعمل معرفش إيه فاهمين بقى طبعا ردود الافعال الفظيعه بتاعت الستات. ولكن هي خدت الموضوع بطريقه يعني بهدوء وقاتل جدا ولذيذ وجميل وحلو، وقالت له اه روح اتجوز واعمل اللي انت عايزه. فقال لها طب تمام، انا خلاص انت مش متضايقه يعني؟ قالت له لا تمام، ما دام انت عايز تعمل كده خلاص روح انت وربنا يوفقك. فانت بس هتصرف علينا وعلى البيت. الله اه تمام، انتوا طبعا انا مش هسيبكم وكل الكلام اللذيذ دون. فهي راحت سابته اتجوز وتمام وعاش حياته. فجت بعد كده قالت له طيب تمام، ما دام انت بقى جربت حياتك وعشت حياة جديدة وشفت انت عايز تعمل ايه في حياتك والحياة القديمة مش عاجباك، انت بقى دلوقتي انا كمان مش عاجبني حياتي وعايزة اجرب انا كمان حياة جديدة وراجل جديد. يمكن المصطلح بتاع راجل جديد ده برضو كان شوية شائك يعني. احنا ما عندناش جرأة الست اللي هي بتتكلم بالطريقة دي، ولكن انا برضو لمسني قوي الكلمة ان الناس اتغيرت لدرجة ان حتى الالفاظ بتاعتها بقت يعني جامدة قوي او شديدة قوي، مش زي الاول. ولكن طبعا ده اكيد من رد فعل ان هو قال لها انا اروح اتجوز عليكي، وهي خدت الموضوع بهواده. فبعد لما هي قالت له كده فهو طبعا صار يعني بقى صار للكلام ده، وازاي انت تقولي لي انا عايزه اجرب راجل تاني والكلام ده كله. فجاب بقى اهله والاقارب والناس والكلام ده كله، فهم قالوا لها انت ايه الموضوع، انت ايه ليه بتقولي كده؟ هو لما جاب اهله واهلها والكلام ده كله قعدهم بقى قاعده عشان نشوف الست دي عايزه ايه. فهي قالت والله انا مش عاجبني الوضع ومش عاجبني الحياه ومش مرتاحه، والراجل ده مش مكفيني وانا عايزه اجرب حياتي مع حد تاني، انا مش مرتاحه. فبرضه هو ازاي انت تقولي عليا انا كده والكلام ده كله، وكبر الموضوع والناس الكبار قالوا له لا خلاص اهدى، ما دام انت هي مش مرتاحه معاك وطبعا في ناس اتريقت عليه وقالت له ما دام انت مش اصلا مش عارف تاخد بالك من الاولانيه رايح تتجوز التانيه. فالمهم الراجل جاب ايه، الكلام لنفسه. اه جاب الكلام لنفسه وايه وبعدين راح قال لك ايه، ده احنا انا زوجتي بقى التانية لقتني ان انا طبعا هنعمل ايه، خلاص هننفصل عشان هي مش عاجبها الوضع وهي مش مرتاحة معايا، وانا مش زي على قولها ان هو مش مكفيها وان هي عايزة راجل تاني تعيش معاه وتنبسط معاه. فلما عملت كده هم كان معاهم 3 أولاد، فسابت له ال3 أولاد. فالزوجة التانية الجديدة الجميلة الهنونة اللي هي بقى جاية تتدلع وتشوف حياتها، لقت نفسها هتقعد بال3 عيال. قالت له لا يا بابا خد ال3 عيال. خد عيالك وحل عن سمايا، انا مش ناقصة، انا مش جاية عشان ايه اشيل هم العيال. فلقى نفسه ان هو بدل ما هو كان هيفتح بيتين وكان هيبقى عنده زوجة تانية وكان هيتدلع وواحدة تانية هتاخد بالها منه، وانا هبقى سي السيد وفاتح بيتين والفيلم بقى الجميل بتاع زمان ده.
ما خلاص ده خلص من زمان. الناس اتغيرت فعلا، الناس اتغيرت. ان الستات بقى تفكيرها حاجة تانية والرجالة بقى تفكيرها حاجة تانية. الست بقى تفكيرها انها مش هي الست المنكسرة اللي قاعدة في البيت، اللي قاعدة اللي هتيجي على نفسها عشان خاطر انها البيت يمشي، وانها هتضيع يعني يعني تفني كان عمرها. بالظبط كانوا بيقولوا عليها ايه، شمعة تحترق يا ناس. شمعة تحترق من أجل الآخرين. كانت هي فعلا الشمعة اللي بتحترق من أجل الآخرين. دلوقتي الكلام ده خلاص خلص من زمان. والست بقت حتى لو هي ما بتشتغلش أو ان هي ما بتشوفش، بتدخل جروب ماميز والأمهات والكلام، وبتسمع حوارات وبتسمع حكايات الناس بيحصل لها ايه وبتشوف ايه. فما بقتش بتفرط في حقها زي الأول، وانها تسيبك انت تروح تتجوز عليها وان انت تعمل وان انت تسوي. ما بقتش ومع ذلك انا بشوف ناس كمان لسه طالعه بتتكلم بتقول ايه، لا والله ده الست اللي بترضى انها تبقى زوجة تانية دي واحدة مش كويسة، وانها مش عارف ايه، وانها. طب ما هو الزوج اللي مطلوق سراحه ده واخد راحته. واللي واخد راحته واللي رايح يتجوز التانية، تمام. اوكي، هي الست سابته وسمحت له ان هو يروح يتجوز التانية، ولكن جت بعد كده خدت منه تاني زمام الامور وسابته بقى ايه، يعيش حياته بعد كده هو والزوجة التانية براحته، وهي كمان تفكر في حياتها. يعني هي ما بقتش خلاص يعني تقبل انها تبقى زوجة تانية. ده بيظهر ان هو شخص منافق. انا بالظبط. هحل لنفسي حاجة ومش انا عندي هحلها لك. مشكلة. انا هحلل لنفسي حاجة بالظبط. ما تنفعش ليكي. انا من حقي. وبيلبسوها في الدين طبعا، وهو الدين براء من كل الكلام دون. بالظبط. لان الزواج التاني والتالت ده ليه شروط معينة، ما هوش سهلبيسة. صح. تمام. فهو مش زواج المتعة ان انا ليا مزاج اروح اتجوز واحدة تانية عشان بالظبط. ارفه عن نفسي وعلى انها فاكيشن. انا مش طالع رايح اجازة، رايح اتجوز واحدة تانية تدلعني. صح. تمام. فانا شايف ان هي فتمام. طالما انت من حقك ان انت تروح تدلع نفسك، معلش. طب ما انا كمان اروح ادلع نفسي. اشوف ادلع نفسي انا كمان. طب انا ليه هقعد ااكل واغير واشرب وهنن وحضرتك عندك وانت عايش حياتك، واحس بعد كده ان انا الحياه عدت من ايديا وانا ما عشتش حياتي، وانا ما عشتش حياتي عشان اربي العيال. ما هم عيالك زي ما هم عيالي، خدهم انت ربيهم وانا اعمل اللي انا عايزاه. بالظبط. فهو شاف انه الستات اتغيرت لان الايه اتقلبت عليه. بالظبط. ايه ده؟ انت بتعرفي تقولي؟ بيقول لها الست بقت اتغيرت وبقت قويه ومفتريه عشان خاطر الستات بقت بتاخد حقها. عشان عادي حقها. هي كده هي مش مفتريه، هي بتاخد حقها. انت دلوقتي حللت نفسك. ما انا هجيلك بقى في الحته اللي انت قلتي يا دي، انا برضو الحته دي اثرتني جدا، عايزه اتكلم فيها. ان هو الاول كانوا بيجرجرونا ويقولوا ايه، هو كان بيتجوز التانية عشان خاطر ايه، ان مثلا الزوجه دلوقتي تبقى مريضه، تبقى ما اعرفش ايه، وبعدين يبدا يحلل نفسه الحوار ده وتمام خلاص، واحنا نرضى بيه ونقول معلش اصل هو امر واقع، عشان خاطر هي مثلا الست الاولى الزوجه الاولى دي مريضه، او مثلا بقت عندها مشكله، او انها او ما بتخلفش او يعني الحاجات. هو بدا يسرسب ان هو يقول ان انا في مشكله، فمش عاجبني الوضع ومش عارف اكمل عشان في مشكله. بعد شويه مش بقى في مشكله، لا ده بقى في ان انا مش مرتاح وعايز اشوف زوجه تانية. ماشي. وبعد شويه بعد ما خلصت دي، لا ده انا عايزه ادلع نفسي وان انا اقدر افتح بيتين وثلاثه. فبقيتي انت يعني الناس تتجرجر من ان هو الاول يقول ايه، لا اصل انا بستعمل حقي، انا دلوقتي هي مريضه وهي مش قادره تشوف البيت والعيال وتشوفني انا كمان، فانا ايه هروح اتجوز عشان خاطر ايه هي مريضه. فقابلنا وعدت. فقالك ده عدت خلاص، طب يلا نشوف اللي بعدها. طب اصل هي مش قادره تشوفني وتشوف العيال وهي طب خلاص طب انا مسافر ومش عارفه، طب اجوز جواز متعه، طب ماشي. طب انا مش عارف عايزه اتدلع وانا اقدر افتح بيتين وثلاثه، طب ماشي. انا سافرت اشتغل عشان اصرف عليهم وعشان ابعت لهم فلوس، طب انا هتجوز جوازه تانية هناك عشان مش عارفه اعيش لوحدي، عشان حد يغسل لي هدومي ويعمل لي اكل ويروق. بالظبط. فاللي حاصل نتاج عقود من السنين وعقود من الزمان ان الرجاله خدت حقها بزياده لحد ما اتمرعت. بالظبط. فبقيت شايف، انا بقيت
عندي حق مكتسب ان الستات تعمل لي اللي انا عايزه في اي وقت، وان انا من حقي اروح اتجوز التانية وانتي تحطي لا مؤاخذة في بقك وما تقوليش اي حاجة. وان انت لو انت اعترضتي يبقى يا نهار اسود، ده انت مفترية وقوية. بالظبط. فاحنا محتاجين ولا 100 سنة عشان نكسر الدايرة دي. صح. انه لما انا هرد عليك بنفس الفعل يعني انت منافق، انت مدرك ان انت منافق. انت حد قالك ان انت منافق؟ ما خدتش بالك ان انت قلت لها ان انا عايزه اتدلع واشوف نفسي واعيش حياتي هي كمان عايزه، فهي من حقها انها تقول لك ان انا كمان عايزه اتدلع واعيش حياتي واشوف واحد يساعدني ويظبطني، مش ان انا اقعد ويصفرني اخدم ثلاث عيال ولا عيلين واتمرمط معاهم واتبهدل معاهم وابقى قاعده اطبخ وامسح واكنس واغسل. وعلى افتراض اصلا يعني علشان يعني نرجع خطوتين للوراء، انه على افتراض اصلا انه الراجل لما يروح يتجوز واحده تانية عشان خاطر الست الاولى يعني مريضه او عندها مشكله بالظبط، ده مش يعني جرين لايت ليك ان انت تروح تعمل اللي انت عايزه. بالظبط. ما هو انت لما ايه ده انتي مريضة، طب انا هسيبك دلوقتي لحد ما تبقي كويسة وانا هروح اشوف حالي لحد ما تخفي. ويعني خفيتي والله كان بها، اديني متجوز واحدة تانية. ما خفتيش اديكي على عصمتي، اديكي مرمية واسمك متجوزة راجل لحد ما ربنا يفتكرك. فلا، دي اهانة، دي مش جوازة، دي اهانة. مش عايزها وهي مريضة، سيبها لواحد يقدرها ويشيلها في عينيه. صحيح. ما دام انت اصلا يعني هو كان زمان كانوا بيقول لك ايه، هي كانت بنت اصول وكانت بتستحملني في مشاكلي وفي مرضي وفي شغلي، وهو ما ينفعش يبقى بنت اصول. وهو لما لقيتك انت ما بقتش تستحملها في مرضها وما بقتش تستحملها في مشاكلها وما بقتش تستحملها في حاجات كتير، فهي اخرى بدأت تفكر في نفسها دلوقتي، لان انت ما ابدتش، انت كراجل بصفة عامة ما قدمتش اي حاجة. يعني هي على مرور الزمن من قديم الزمن من زمان كانت بتقدم حاجات كتير، كانت بتلغي شخصيتها عشان خاطر شخصيتك انت تمشي، كانت بتضحي بنفسها عشان البيت والأسرة والدنيا وكلها والأطفال وكانت بتتقبل واحد عنده مشاكل، عنده مشاكل نفسية، يطلع عقده عليها، يضربها، يعمل وتقول معلش عشان خاطر عياله، عايزه اربي العيال واكبرهم. وكان في هذه الحالات بقى كان ايه، كان يقول لك دي بنت اصول قاعده مستحمله. طيب لما هي بقى كبرت، عيت، حصل لها حاجه، ما بقتش انت الراجل ابن الاصول اللي كنت اللي المفروض تستحملها بقى انت راجل. فهي لما لقيت ان هي بتتعب على الفاضي وبتشيل على الفاضي وبتهنن على الفاضي، وفي الاخر لا حمد ولا جميله، لا وكمان لما تعيا وما تبقاش قادره انها تبقى يعني تقدر تشيل البيت وتبقى هي مسؤولة عن او موجودة في وسط الاسرة او ست بيت كويسة، لا خلاص دي هي بقت عيانة مريضة، انا ما اقدرش ان انا اتحملها، هرميها واجيب واحدة تانية، ودي خليها برضه هبقى اصرف عليها، ما انا مش هرميها، اصل هي ملهاش حد دلوقتي يصرف عليها موجودة. فبقيت انت يا عيني مضحي بنفسك وانت مستحملها وبتصرف عليها، وبس انت بتجوز واحدة تانية وبتيجي دي اول يوم في الشهر عشان تديها بس مصاريفها وحالها. كان انت منتظر تشوف منها ايه، انها تبقى ايه، تتحول تبقى ايه، لا اتغيرت وانت كمان اتغيرت. اللي بيحصل دلوقتي يعني ملخصا فحقيقي ان يعني عايزه اقول لكم ان الرجاله انتوا زرعتوا بس الرجاله اتغيرت عن زمان، ما بقاش في الراجل اللي هو بيتحمل زوجته بحلوها بمرها، ولو هو مش عاجبه حاجه فيها يعني يقومها او يتكلم معاها او يفهمها ان ده مش كويس وان ده هيبقى فيه عامل مشكله في حياتنا او بطريقه او باخرى، يكون انسان رحيم عليها، لان دي يعني الرسول وصاك بيها، يعني قال لك رفقا بستر قوارير. وده اللي هم بيعملوه بقالهم مئات السنين بالمرأة اللي الرسول وصاهم عليها. رفقا بيها. لو ما كانش وصاكم كنت عملتوا فيها ايه؟ مش فاهمة. بالظبط.